السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في قناتكم قناة خديجة المتنوعة، وعواش لكم مبروك اخواتي، وسمحوا لي بزاف غبرت عليكم في حق. مهم نتوما كتعرفوا الواحد يعني مادام كيغبر الا كيكون عنده ظرف. مهم سمحوا لي اخواتي. مهم رجعت لكم بواحد الوصفة كتحمق البنات، مزيونة وسهلة وبسيطة. وهاد المملحه ديالنا غادي نعدلوها اما بالخبز الطاكوس او الخبز الشاورما، كل واحد شنو كيقول له. بقاو معايا لاخر الفيديو وانتم غادي تشوفوا جميع المراحل اللي ماشي نعادلوا مع بعضياتنا. نتمنى من الله يا ربي ينال الاعجاب ديالكم هاد الفيديو، والى عجبكم اخواتي كيف ما العاده ما تنساوش اللايك وبارطاجيو الفيديو مع الحباب مع الاصدقاء. وهادشي كله كما نقول لكم دائما اخواتي فضلا منكم ليس امرا. نخليكم مع طريقه التحضير ومع المقادير وفرجه ممتعه. ونبداو بسم الله على بركه الله في المقادير. كيف ما كتشوفوا هنا عندي 500 غرام ديال الدقيق الابيض، المهم 5 ديال الكيسان من قياس الكيسان العنبه، واحد ربع كاس ديال زيت المائده، 5 ديال المكعبات ديال المثلثات ديال الفرماج، وعندي واحد معلقه صغيره ديال السكر حبيبات، معلقه صغيره ديال الملح، واحد الخماره انا نسيت ما وريتها لكم شي. المهم في الاخر انتم تشوفوا. كيف ما كتشوفوا انا وضعت هنايا ديك 500 غرام ديال الدقيق الابيض، وديك 5 ديال الفرماجات، واحد قريصه د الملح والسكر، واحد شاشيه ديال خماره الحلوى، والماء. الماء على حسب الخليط ديال العجينه ديالكم. المهم هنا انا عملته في العجانه، يمكن لكم نتوما تعجنوا بيداكم يعني ماشي مشكل، يعني انا المهم على حسب الوقت وصافي. المهم عملتهم هنا في العجانه كانت قدامي. المهم هنا من بعد ما كنعجنهم كما شفتوا انا خويت كاس وليت زدت واحد ربع كاس. المهم نتوما كتخويو الماء وانتوما كتشوفوا العجين ديالكم حتى كتصبح على القوام ديال على هذا الشكل هيدا كيف ما كتشوفوا. المهم العجينه كتكون ما كتكونش جاريه بزاف وما تكونش في نفس الوقت قاصحه كيف ما غتشوفوا معايا على هذا القوام هذا. المهم هنايا من بعد يعني ما طلقتها كيف ما شفتوا فوق سطح العامه، من بعد يعني جمعتها وعملتها في نفس الاناء اللي حنا عجناها فيه، وكنعملوا واحد بلاستيك غذائي من فوق منه وكنغطيوها ونخليوها على جنب، وندوزو باش نعدلوا الحشوه. الحشوه هنا عندي واحد جوج بصيلات كبار، يعني البصله بيضاء كيف ما كتشوفوا او حمراء، المهم اللي كان كتقطعوها على هذا الشكل هيدا، واحد جوج فلافل الا كانوا عندكم فلفل خضراء وحمراء عدلوهم، ما كانوش اكتفيوا بفلفل خضراء كيف ما عملت انا. وهنا عندي صدر الديك الرومي، المهم القياس اللي حبيتو نتوما عدلوه. هنا عدلت تقريبا نص كيلو هيداك، وفتيت واحد راس الثوم محكوك، وفتيت القزبر المعدنوس واليبزه رقم ملح. كتوضعوا الكل واحد شويه من التوابل ديال الجداد الا كان عندكم، ما كانش ما حتى شي. ممكن نوضع انا الكل مع بعضياتهم كما شفتوا، كنخليهم يتصهدوا هيدا في الماكله، وكنعمل واحد جوج معالق صغار ديال فابريكا، المهم على حسب اللون وصافي. من بعد ما خلينا الحشوه ديالنا طيب كندوزو للعجين ديالنا من بعد ما يعني انطلقت، يعني كدرتها هيدا باش كتجيكم سهله. المهم كيف ما شفتوا انا قطعت على هيدا، ولا كتقطعوها كيف ما كتعدلوا الرغيفات، المهم كيف ما بغيتوا. ممكن نكوروهم كيف ما كتشوفوا على شكل كويرات، ما يكونوش كبارين بزاف وما يكونوش صغارين بزاف كيف ما غتشوفوا معايا. ومن بعد ما كنكوروهم على هذا الشكل هيدا كيف ما كتشوفوا القياس ديالهم ما كيكون على هذا الشكل هيدا، ما كيكونوش كبارين. ومن بعد غنعملهم في واحد البلاطو كيف ما شفتوا انا هنايا كنعملهم في هذه الصينيه، وكنغطيهم بواحد البلاستيك غذائي وغنتركهم على جنب. وندوزو للحشوه ديالنا من بعد يعني ما طابت كنطفيو عليها البوطه، وكنطلقوا العجين ديالنا بالمطلق هيدا كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هيدا. ضروري تستعينوا بالدقيق باش ما كتلصق لكم شي. كنعمل على هذا الشكل هيدا دائر، ومن بعد المهم ما كتلصق مني والو، كنعملها انا هيدا على بعضهم حتى كنوجد الكميه كامله ونجلس ديك الساعه كنطيبهم. كيف ما كتشوفوا كنجيب واحد مقله دبه غليل وكنطيب فيها هاد الخبز ديال الشاورما او الخبز الطاكوس، المهم كل واحد وشنو كيقول له، او الخبز التورتيلا. انا كنستمر بهذا الحال هذا، يعني ساهل احسن ما تشريوها من المحلات. وانتم الا حبيتوا تشريوها من المحلات كيف ما بغيتوا، المهم الا حبيتوا ما تضيعوش الوقت اشريوها. بغيتوا تعدلوها كيف ما عدلت انا عدلتها بيدي، يعني كتجي سهله وبسيطه، يعني غطيح لك يعني احسن من هذيك اللي غتشري من المحلات. المهم كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هيدا ما شاء الله كيجيو غزلا. وهنا كنستمر وكنطيبوهم كيف ما كتشوفوا معايا، وراهم ما كيلتصقوا لي والو. بعد ما طلقتهم كاملين كيف ما شفتوا، ملي كتكونوا كتطلقوهم ضروري تعملوا الدقيق. ومن بعد يعني ما كطيبوهم كتعملوهم في واحد الرقيعه وكتغطيوهم بالبلاستيكه، يعني ملي كتغطيوهم داك الرقيعه ديال الكوزينه هيدا المنيدل هيدا، ملي كتغطيوهم داك المنديل من بعد كتعملوا عليهم واحد البلاستيكه باش كيبقاو معكم رطبين. المهم كيف ما شفتوا هنا غنستمروا هيدا حتى كنكملوا هاد الكميه اللي عندنا. ومن بعد كنجيبوا هنا 5 ديال البيضات وكنطربوهم كيف ما غتشوفوا معايا، كنطربوا مزيان. وكنجيبوا هنا الخبز المحمص، يعني كنجيب الكومير او المهم الخبز كيف ما كانت كتحمروها في الفران، من بعد كنطحنوها وكتصبح على هذا الشكل هيدا.
وكنجيبوا الدقيق والماء كنخلطوا مع بعضياتهم باش غنلصق هذا الورق ديال الطاكوس كيف ما غتشوفوا معايا. من بعد كيف ما شفتوا انا عملتهم في واحد الرقيعه في واحد المنيدل، ومن بعد كنغطيهم ببلاستيكه باش كيبقاو رطبين. المهم ملي كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله هانتوما شفتوا، من بعد ندوزو دابا باش نعمروهم بالحشوه اللي عدلنا مع بعضياتنا. هانتوما كتشوفوا كيجيو غزلان، يمكن لكم تعمروا بهم شنو ما حبيتوا. المهم حسن ما تشريوهم من الزنقه. المهم هنا كنجيبوا الحشوه ديالنا اللي عدلناها مع بعضياتنا، كنجيبوا جبن موتزاريلا كنعمل هنايا. المهم هاد الكميه لا باس بها، الا حبيتوها ما بغيتوش نتوما يعني تعملوا في الداخل في العجين. المهم انا عدلتها، انا خلطتها مع الحشوه، ومن بعد غادي نزيد حتى في الخبيزات ديالنا كيف ما غتشوفوا معايا. هنا كنجيبوا داك الدقيق والماء كيف ما شفتوا، كنقطعوا داك الخبز ديال التاكوت كنقطعوها في النص، ومن بعد كنعملوها بحال الجويبين كيف ما شفتوا. كنلصقوها بداك الدقيق والماء اللي خلطنا مع بعضياتنا، الدقيق الابيض، وكنلصقوه على هذا الشكل هذا، وكيجي بحال هذا الشكل هذا جويبين وما كيلصقوا على بعضهم. المهم كنستمروا بهذا الحال هذا كيف ما كتشوفوا معايا. كنقطعوا هاد الخبيزات هيدا في الوسط ديال العجين، ومن بعد كنطويهم على هذا الشكل هيدا، كيجيو بحال الفريميجه يعني بحال شكل الفريميجه كنعدلوهم. المهم ما شاء الله والفيديو شارح نفسه. كنستمر بهذا الحال هذا وندوزو باش نعمروا عاوتاني بالحشوه كيف ما غتشوفوا معايا. من بعد كما شفتوا معايا، من بعد ما كملت الكميه كامله كنجيبوا الحشوه اللي حنا عدلناها مع بعضياتنا، وكنجيبوا داك الخبيزات ديال الطاكوس كيف ما كتشوفوا معايا، كنعمروهم بواحد الكميه يعني لا باس بها. وكنجيبوا داك الدقيق والماء اللي حنا خلطناه مع بعضياتهم، هما باش كنلصقوا هاد الخبيزات ديالنا كيف ما كتشوفوا على هاد الشكل هيدا، كيجيو بحال البريوات. كنضغطوا عليهم مزيان بيدكم هيدا. وهنا الا بغيتوا تعمروا يعني تزيدوا فيهم الموتزاريلا تزيدوها فيهم. انا يعني عملت في الحشوه، ومن بعد انا غنزيد فيهم الداخل. المهم كيف ما شفتوا كنستمر بهذا الحال هذا، كنعملوا واحد المعلقه ديال الحشوه وكنعملوا داك الدقيق والماء اللي حنا خلطناهم مع بعضياتنا. المهم كنستمر بهذا الحال كيف ما كتشوفوا. من بعد ما كنستمر بهذا الحال هذا كيف ما كتشوفوا معايا، كنعملوا الحشوه كيف ما قلت لكم يعني ثمن معلقه كبيره هيدا، ولا المهم على ما تعمركم فتيتو خليو بلاصه منين تشدوا. وكنعملوا داك الدقيق والماء اللي حنا خلطناه مع بعضياتهم، وكنضغطوا على هاد الخبيزات ديالنا مزيان هيدا باش ما كيتفتحوش معنا. وهنايا البنات يمكن لكم دهنوا داك الماء والدقيق اللي حنا وضعنا مع بعضياتنا، وكتعملوا الجبن موتزاريلا وعاد كتعملوا الحشوه. حتى الا ما بغيتوش تعملوا الحشوه عاد دهنوا بداك الخلطه اللي عملنا ديال الدقيق والماء، يعني دهنوا بها الخبيزات ديالكم في الاول وعملوا داك موتزاريلا، ومن بعد عاد كتعملوا داك الحشوه وكتضغطوا مزيان. وهنا من بعد ما كملناهم وعمرناهم كنجيبوا داك البيطات اللي حنا طربناهم مع بعضياتنا، وكنوضعوا فيهم هاد الخبيزات ديالنا كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هيدا. كنغطسوهم في داك البيطات، ومن بعد كنعملوهم داك الخبز المحمص كيف ما كتشوفوا معايا. المهم كنستمروا بهذا الحال هذا حتى كنكملوا الكميه عاود اللي عندنا كامله، وعاد من بعد ندوزو نقليوهم مع بعضياتنا. وهنا ملي كتبغيو تعملوهم في البيطات ضروري كدوزوا عليهم وكتوليو تضغطوا عاود مع داك الطرف ديالهم. ولا جبرتوا هيدا مثلا ما مقادين شي ولا يمكن لكم تقادوهم بالجراره هيدا من داك الطرف يعني اللي كتلصقوهم هيدا بالعجين. الا جبرتوا ما مقادين شي ولا كدوزوا عليهم هيدا بالجراره باش كيجيو يعني داك المثلث كيجي مزيون هيدا بحال الفريميجه بحال البريوات. المهم كيجيو بحال شكل البريوات. المهم كيف ما كتشوفوا معايا كنستمر بهذا الحال هذا، كنوضعوا داك الخبيزات ديالنا في البيطات. من بعد ما يعني حتى كنضغطوا عليهم حتى كنوضعوهم في البيطات باش كيلصقوا داك الجنيبات ديالهم، وكنوضعوهم هنايا في البيطات. ومن بعد كنعملوهم داك الخبيز المحمص، وعاد ندوزو نقليوهم مع بعضياتنا. المهم كنستمر بهذا الحال. هنايا البنات كنوريكم الشكل ديالهم، يعني ما كيجيوش يعني مفتوحين. ملي كتضغطوا عليهم وتعملوا في البيطات وتعملوا في داك الخبز المحمص كيلصقوا وما تخافوش منهم يطرطقوا. ومن بعد هذه الكميه اللي انا عدلت، ومن بعد كندوزو نقليوهم. كنعملوا واحد المقيله فوق البوطه وكنوضعوا الزيت يعني الكميه لا باس بها، وكنوضعوا هاد الخبيزات ديالنا كيف ما كتشوفوا. كنخليهم يتحمروا حتى كياخذوا لنا اللوين ذهبي، ومن بعد كنحيدهم وكنعملهم على واحد الورق نشاف. هانتوما كتشوفوا اللوين ذهبي كيعطيو اللوين غزال تبارك الله، وكيجيو مقرمشين البنات. انا متاكده هادو اللي عدلتهم ما غتشبعوش منهم. المهم كنستمر بهذا الحال هذا. هانتوما كتشوفوا يعني بعد ما عملتهم على داك الورق النشاف، ودابا عملتهم في طبق التقديم وزينتهم هيدا بالورق ديال المعدنوس. وكنتمنى من الله يا ربي ينالوا الاعجاب ديالكم، حيت صراحه مزيونين بزاف، وانا متاكده غيعجبوكم الا نوضتوا وجربتوهم البنات، حيت صراحه كيجيو مقرمشين والحشوه لذيذه بزاف البنات، كتجي رائعه. ويمكن لكم البنات تشريو يعني الورقه ديال الطاكوس جاهزه، انا عدلتها بيدي.
يعني مثلا الاخوات اللي ما عندهمش يعني موجوده يعني كاين شي منطقات اللي كيكونوا ما موجوداش هذه الورقه هذه، يمكن لهم يعدلوها بيدهم. انا عطيتكم الطريقه وعطيتكم الحشوه اللي انا عدلت، نتوما اللي بغيتوا الحشوه اي حشوه نتوما كتفضلوها عدلوها في هاد الخبيزات. انا هنا كنقسم معكم باش تشوفوا القوام ديالهم ما شاء الله غزلان البنات. وداك موتزاريلا نتوما كتشوفوا ما شاء الله شهوه منه. وفي اللذه ما نقول لكمش البنات التقرميشه والمذاق ما شاء الله كيجيو رائعين. كنتمنى من الله يا ربي ينالوا الاعجاب ديالكم، حيت صراحه مزيونين بزاف ويعجبوكم ينفعوكم في هذه الايام رمضان. يعني نتوما كتعرفوا رمضان كيعجبنا الحاجات هذه المملحات، كيعجبنا الحاجه اللي كتكون مقرمشه ولذيذه ما شاء الله. هادو انا متاكده غادي يعجبوكم، غير نوضوا وجربوهم وغادي تشوفوا. هنايا كنقسم معكم وكنعطل معكم البنات المسامحه، حقكم في الجنه اخواتي. صراحه انا متاكده غادي يعجبوكم الا نوضتوا وعدلتوهم. كنتمنى من كل قلبي ينالوا الاعجاب ديالكم. انا هنايا باقي كنقسم معكم البنات باش تشوفوا القوام ديالهم ما شاء الله غزلا. والله يا البنات الا ما تشبعوش منهم صراحه فنيونين فنيونين. انا هنايا البنات سمعتكم التقرميشه، انتم سمعتوا تبارك الله التقرميشه اللي فيهم واللذه يا سلام. ودابا اخواتي نخليكم على خير. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى من كل قلبي نكون خفيفه على قلوبكم ويكون هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم كيف ما العاده لايك وبارطاجيو الفيديو مع الحباب مع الاصدقاء. هادشي كله كيف ما كنقول لكم اخواتي دائما فضلا منكم ليس امرا. ونيت اخواتي باش الفيديو ديالي يقترحوا اليوتيوب على ناس اخرين، وهذا ما كان. كنتمنى من كل قلبي نكون خفيفه على قلوبكم. خليكم على خير، الى اللقاء، الى الفيديو المقبل ان شاء الله. عواشركم مبروكه.